ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل شاورما سوري فراخ زي بتاعه المحلات بالظبط. ركزوا في الفيديو لحد الاخر. اول حاجه بنحتاج نص كيلو من صدور البانيه. وطبعا زي ما انتوا عارفين الشاورما يعني لازم تكون صدور البانيه متقطعه شرايح، ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، عشان ناخد افضل تسويه زي المحلات بالظبط. اهو زي ما انتوا شايفين اهوت كده، دي التقطيعه المظبوطه ليها. وبنحتاج معلقتين كبار من الزبادي، وطبعا عشان ناخد برضو افضل طعم للشاورما يكون الزبادي كامل الدسم. وهنحتاج من كل حاجة من التوابل دي نص معلقة صغيرة، وهي توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسود، او طبعا فلفل ابيض حسب المتوفر عندكم، وشطة وبابريكا وجوز الطيب ورق لوري وحبهان وقرنفل، كل دول برضو بودرة. طبعا تقدروا تستغنوا عن كل ده وتروحوا عند العطار تقولوا له عاوزين توابل شاورما. طبعا على حسب انتوا الكميه اللي هتعملوها، مثلا هتقولوا له هنعمل نص كيلو مثلا شاورما، بناء عليه هو هيديكوا الكميه المناسبه للي انت هتعمليه. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين اهوت كده التوابل مع بعض. بعد كده نبدا ننزلها على الشاورما بتاعتنا. وعايزه اقول لكم اللي برضو مخلي لون التوابل بيكون فاتح بالشكل ده، ان بيبقى متضاف عليها نشا، بس ده طبعا بيكون في الباكت الجاهز من الماركت. عند العطار ما بيحطلكيش نشا. بعد كده بنحط معلقتين كبار من الخل الابيض ومعلقتين كبار من الزيت، ونقلب بقى طبعا كويس جدا كده عشان خاطر الشاورما بتاعتنا تشرب من التتبيله وتدينا افضل نتيجه. عايزه اقول لكم بعد الشاورما دي مش هتحتاجوا تشتروا اي شاورما خالص من بره. اهو زي ما انتوا شايفين كده بنفضل نقلب فيها لحد لما نحس ان كل الفراخ شربت من التتبيله بالظبط. بعد كده هنحتاج ان احنا ننزل عليها بمعلقة صغيرة من الثوم المهروس، وطبعا انا خزنت معاكم الثوم المهروس قبل كده. وطبعا لو حابين تشوفوا الفيديو تاني ارجعوا لفيديوهاتي على القناة وتقدروا تروحوا تشوفوه. اهو زي ما انتوا شايفين كده حطيت معلقة صغيرة من الثوم المهروس، وحطيت نص عصرة ليمونة عشان برضو تدينا طعم حلو قوي قوي للشاورما، وطبعا اكيد بتطهر الفراخ من اي بكتيريا واي زفارة. تمام. وبعد كده بنجيب طاسة نحطها على النار، وبنبدأ ان احنا نضيف الشاورما بتاعتنا. وطبعا يا جماعة بدون اي اضافات في الطاسة، لان احنا حاطين في الشاورما بتاعتنا زيت وحاطين فيها كل حاجة، فمش هنحتاج ان احنا نحط حاجة تاني في الطاسة. كل اللي علينا ان احنا بنحط الطاسة بتاعتنا او الحلة بتاعتنا على اعلى درجة حرارة وتسخن كويس قوي قوي، ونبدأ نعمل لها الصدمة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لازم بنديها الصدمة دي علشان خاطر المسام بتاعت الفراخ تتقفل وما تقعدش تنزل معانا مية وبعد كده نلاقيها نشفت معانا. زي ما انتوا شايفين اهوت كده. طبعا ما بنقعدش نقلب فيها كتير ودي اهم حاجة. زي ما انتوا شايفين كده بعد كده بنهدي النار عليها لحد لما تفضل بقى ايه، تدخل معانا في السوا. وبرده كل ده نقلب يعني من تحت لفوق كده، ما نقعدش نقلب فيها كتير عشان زي ما قلت لكم ما تبقاش ناشفه معانا. زي ما انتوا شايفين كده. وعايزه اقول لكم وانا بعملها الريحه كانت تحفه. بعد كده بنغطيها ونسيبها على نار هاديه تكمل التسويه. بعد كده ببدأ بقى خلاص بعد ما استوت. بصوا يا جماعه شكلها حلو ازاي. بعد كده ببدأ ان انا اغرفها في طبق، عشان بعد كده نركن الطبق على جنب ونبدأ ان احنا نرتب الساندوتش بتاعنا عشان يبقى زي بتاع المحلات بالظبط. وان شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم ريفيو مفصل عن الطاسات دي. تحفه يا جماعه، براند مصري لسه جايباها جديد. زي ما انتوا شايفين بصوا مفيش اي حاجه لزقت خالص في الطاسه. دلوقتي يلا بينا عشان خاطر نرتب الساندوتش بتاعنا ونعمل افضل ساندوتش زي المحلات بالظبط. كل اللي هنحتاجه كابوتشا تكون متقطعه شرايح اهوت زي ما انتوا شايفين كده، واي نوع جبنه مفضل عندكم، بس انا في الساندوتش ده اخترت جبنه الموتزاريلا عشان طبعا تدي معايا احلى طعم واحلى مطه. وهنحتاج شرايح كده من الخيار المخلل. طبعا انا عملته معاكم فيديوهات كتير قوي قبل كده، لو حابين تشوفوه ارجعوا تاني لفيديوهاتي على القناه وشوفوه. ودي الشاورما. وطبعا حمرت بطاطس وعملت التوميه، وبرده عملتها معاكم قبل كده التوميه، وعملت برده قبل كده البطاطس المحمره معاكم وطريقه تخزينها قبل رمضان. كل ده هتلاقوه في فيديوهاتي على القناه وروحوا شوفوها ان شاء الله باذن الله تستفادوا كلكم. بعد كده بحتاج طبعا عيش تورتيلا، واهم حاجه يكون طازه عشان خاطر واحنا بنلف الساندوتش بتاعنا ما يتقطعش ويتفتح مننا والساندوتش بتاعنا يبوظ. زي ما انتوا شايفين بعد كده بنزل بقى بالتوميه،
واهم حاجه طبعا الساندوتش عشان يبقى معانا كده جوسي وطبعا حلو زي بتاع المحلات، يعني حاولوا تكتروا كميه الصوص شويه علشان خاطر يدينا نفس الطعم كده كأن بناكل ساندوتش من المحلات. طبعا انتوا فاهمين الساندوتش كل ما كان يبقى ناشف طبعا ما بيبقاش ألذ حاجه. بعد كده ببدأ بقى ان انا بعد ما احط التوميه بحط بقى شويه كابوتشا. عايزه اقول لكم الاضافه بتاعتها في الساندوتش ادت طعم حلو قوي قوي، وادت كده تروى للساندوتش مع الصوصات، فالساندوتش كنت بتحسوه كده اللي هو جوسي مش ناشف كده خالص. بعد كده ببدأ احط الخيار المخلل. طبعا الكمية انتوا تحبوا مثلا كمية اكتر كمية اقل، كل ده حسب رغبتكم انتوا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده ببدأ ان انا انزل بالشاورما بتاعتي طبعا، وبعد ما بحط كل حاجة كميتها اهم حاجة تكون مظبوطة عشان وانا بلف الساندوتش ما يتقطعش معايا ويقعد يتفتح، لان احنا لسه طبعا اكيد هنحمصه على الجريل، فمش حابين ان هو ايه يعني يتفتح وينزل كل الحاجات اللي جواه، لا حابين كده يبقى شكله حلو زي بتاع المحلات. تمام كده اهوت حطيت كميه مناسبه قوي من الشاورما. بعد كده ببدا بقى احط بطاطس محمره. طبعا في ناس بتحب جوه سندوتش الشاورما بطاطس وفي ناس ما بتحبش، كل واحد يا جماعه يعمل اللي هو بيحبه واللي هو بيشوفه، يعني ده الذوق مثلا بتاعه او هو ده ذوقه في الاكل. تمام كده زي ما انتوا شايفين. وبعد ما حطيت البطاطس بعد كده بحط شويه من الموتزاريلا، لان طبعا الموتزاريلا غير كمان بتدينا طعم حلو ومطه حلوه، كده كده هي اساسي في اي ساندوتش مثلا شاورما بيكون في اي محل. تمام بس اهم حاجه نكون مستخدمين نوع كويس جدا جدا عشان يدينا مطه كويسه. وبصراحه انا جربت انواع كتير قوي قوي وما لقيتش غير افضل نوع وهو كان الحمد. بصراحه هو ده افضل نوع لحد دلوقتي انا وصلت ليه وبستخدمه. تمام كده هو اتلفيت اول سندوتش، وزي ما انتوا شايفين السندوتش لما باجي احطه بحطه على القفله بتاعته زي ما انتوا شايفين كده، ما ينفعش ان انا احطه على الناحيه التانية او على الجنب التاني عشان السندوتش ممكن يتفتح طبعا معانا وينزل تاني كل اللي احنا عملناه ده. تمام دلوقتي بنعمل هوت كده تاني سندوتش مع بعض، برضو بنحط نفس الكميه من التوميه من معلقه لمعلقتين، اكيد مش اكتر من كده عشان واحنا بنحمص السندوتش بتاعنا على الجريل ما يفضلش ينزل طبعا اكيد التوميه بتاعته ويبوظ معانا الدنيا والسندوتش بتاعنا يتحرق من بره. تمام بعد كده بنحط برضو شويه صغيرين خالص من الكابوتشا. بعد كده برضو نفس الكلام بنحط شويه من الخيار المخلل. واهم حاجه طبعا تكون كميه الحشو في السندوتش مظبوطه عشان يبقى برضو السندوتش زي بتاع المحلات بالظبط، يعني السندوتش بتاعنا ولا يبقى مفرغ قوي ولا يبقى مليان. بعد كده برضو بحط كميه مناسبه من الشاورما بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو احط بطاطس محمره. برضو برجع واقول لكم اهم حاجه الكميات يا جماعه تكون متساويه، ما ينفعش ان احنا نكتر عشان خاطر الساندوتش ما يتفتحش معانا، عشان اصلا عيش التورتيلا بيكون خفيف جدا جدا ومعرض ان هو يتقطع في اي لحظه، فخلوا بالكم. وبعد كده بنحط طبعا كميه حلوه جدا من الموتزاريلا. واهم حاجه قبل طبعا ما تيجوا تستخدموا الجبنه الموتزاريلا تحديدا او اي نوع جبنه عموما عشان تديكوا افضل نتيجه ما تكونش مجمده، لا لازم تكون بدرجه حراره الغرفه، دي اهم حاجه. تمام بعد كده ببدأ الف الساندوتش بتاعي وبرده بحطه على القفلة بتاعته، ودي برده اهم حاجة. بعد كده بقى طبعا هنروح نحمصه مع الجريل مع بعض، وفي نفس الطاسة اللي انا عملت فيها الشاورما نفس كده مطرح الدهون بتاعتها ونفس كده واخدة من طعم الشاورما، هبدأ بقى انزل الساندوتش عشان يبقى كله واخد من طعم بعضه كده. هنزل الساندوتش بتاعي وابدأ ان انا احمصه، واهم حاجة طبعا بنزل الساندوتش على القفلة بتاعته. في الاول طبعا ببقى معليه النار زي ما انتوا شايفين، بعد كده ببدا اهدي النار طبعا عشان السندوتش بتاعنا ما يتحرقش او يتحمص بزياده ويبقى مقرمش قوي، لا انا عايزاه زي بتاع المحلات بالظبط اللي هو ولا طري قوي ولا محمص قوي قوي لدرجه ان هو يبقى ناشف. تمام بعد كده اقول بقى بسم الله وابدا كده ان انا اقلب السندوتش على الناحيه التانية. شايفين يا جماعه لونه حلو ازاي ما شاء الله. عايزه اقول لكم احنا عملنا قبل كده مع بعض فتة الشاورما وعملنا قبل كده سندوتشات شاورما فراخ،
بس طريقة الشاورما دي تحديدا هي دي اكتر طريقة انا وصلت ليها، اللي هي بتبقى زي بتاعة المحلات بالظبط. الطعم بينهم مفيش اي فرق، يعني لو دقتي السندوتش ده وجبتي سندوتش تاني من بره من محل شاورما هتلاقي مفيش فرق بين الاتنين. ودي اهم حاجة، تفضلي تجربي تجربي لحد لما توصلي لافضل حاجة تبقى زي بتاعة المحلات كده. كل اللي يدوق الاكل بتاعك يقولك انت عرفتي مثلا الخلطة دي منين، ولا عرفتي مثلا التتبيلة دي ازاي، ولا وصلتي للطعم ده ازاي عموما. تمام. بعد كده بعد ما حمصنا اول سندوتش بنبدأ نحط التاني سندوتش. برضو اهم حاجة بنحطه على القفلة بتاعته. عايزة اقول لكم ان نص كيلو صدور الفراخ دي ما شاء الله، يعني هي رمت معايا كمية سندوتشات حلوة جدا. هو كيس العيش اللي انا جبته اللي هو عيش التورتيلا ده بيبقى فيه 5 ترغيفة تورتيلا. عايزة اقول لكم هو نص كيلو البانيه عمل معايا ال5 ترغيفة حلو جدا جدا جدا. ما كانش مثلا الرغيف مفرغ ولا لا لا، عمل معايا 5 سندوتشات الحمد لله حلوين جدا جدا. فدي طبعا حاجة برضو في حد ذاتها، يعني هي توفير حلو قوي قوي برضو لينا. ودلوقتي يلا بينا بقى عشان خاطر افتح الساندوتش معاكم وتشوفوا شكله عامل ازاي من جوه. بجد يا جماعة رهيب تحفة، لازم بجد تجربوها، فايتكم كتير قوي 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 لو مجربتوش سندوتشات الشاورما دي. وحتى التتبيلة نفسها بتاعت الفراخ هيبقى فايتكم كتير قوي قوي لو انتوا مجربتوهاش. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وفعلوا الجرس واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.